على بعض الغيابات ولو انها مثيره. صحيح انه على مستوى خط الدفاع في مباراه المنتخب امام المنتخب البرتغالي لعبنا مفتقدين لتقريبا ثلاثه العناصر، لانه غانم سايس تحمل برجل وحده وبالاخر تحمل على نفسه وضغط على نفسه باش يلعب المباراه. لو كنا في وضعيات اخرى لكان قد ابقي عليه الى ان يكتمل تعافيه ويدار في مباراه فرنسا، ولكن بالنظر الى ان الفريق الوطني كان يبحث بالضروره عن كتابه التاريخ في ديك المباراه البرتغال، فاوضع جميع الامكانيات البشريه ديالو من اجل ان يحقق هذا المراد. اليوم يعود نصر مزراوي، وبالتاكيد ما شعرنا كثير بغيابه، لانه لابد ان نشيد بالاداء الرائع ليحيى عطيه الله في مباراه البرتغال. يكفي نقول انه هو اللي كان وراء تمريره الهدف الرائع ديال يوسف النصيري اللي اصبح يمكن البرج رقم 21 في الدوحه الى جانب الابراج. لا خالد، برج جديد. لا تعرف عددهم؟ والله انا يمكن نقول 20. دعنا نسال جلول. جلول ابو يعطينا جواب. يعني الان نقف على بعد 48 ساعه، اقل من 48 ساعه من المباراه. انا اتصور ان الفريق الوطني بعد ما عاش احتفاليه وفرح الوصول الى الدور نصف النهائي في انجاز تاريخي غير مسبوق ممكن اننا نلقبه بشتى الالقاب، الا انه اليوم يعود الى ارض الواقع كيوضع الرجلين ايضا على الارض، لانه سيبدا في الاعداد لمباراه يراهن عليها لكي يصل الى المباراه النهائيه، ولو تعلق الامر ببطل العالم السابق، لانه كانت لنا تجربه. ازحنا وصيف البطل، ازحنا المنتخب. لا لم تعادلنا وصيف البطل راه باقي جالس، يمكن ينتظرنا في المباراه النهائيه. يمكن ينتظر في المباراه النهائيه، والمباراه الافتتاحيه تكون هي المباراه النهائيه. فاذا هذا الفريق اللي تخطى جميع الحواجز انا كنظن عنده الاراده الكامله ليعبر الحاجز الفرنسي ان شاء الله.